مفهوم الانقراض في علم الأحياء هو نهاية وجود كائن أو مجموعة من الكائنات الحية، وتعتبر لحظة موت آخر أفراد النوع ده هي لحظة الانقراض، وبيحصل الانقراض لما بيختفي نوع أو صنف من الحيوانات أو النباتات بشكل نهائي من الطبيعة، وما يبقاش فاضل منها أي نوع في أي منطقة من العالم، وده ممكن يحصل بشكل تدريجي ودي ظاهرة طبيعية من دورة الحياة، ممكن يحصل برضه بشكل سريع ومفاجئ زي اللي حصل مع الديناصورات قبل 65 مليون سنة، وده بيبقى بسبب ظروف مناخية وبيئية بتصيب كوكب الأرض. قدر العلماء ان هم يميزوا بين عده انواع من الانقراض، فبعض انواع الحيوانات بتنقرض بسهوله ومش بتسيب ليها اي سلاله، زي مثلا اننا نلاقي ان مجموعه من الحيوانات الاولى الشائعه كانت المحاريات المسطحه اللي بتتسمى بثلاثيه الفصول، بس دي انقرضت بالكامل من حوالي 240 مليون سنه، ونلاقي انواع تانية بتتحول تدريجيا للانقراض في اجيال كتيره، بس بتسيب انواع من سلالتها اللي بتكون مختلفه شويه عن النوع الاول، زي مثلا الحصان القديم اللي اسمه ايوهيبوس، واللي كان طوله مش بيعدي 30 سم في ارتفاع عند الكتف، وليه اربع صوابع في رجليه اللي قدام. من خلال الحفريات قدروا الباحثين ان هم يتتبعوا حوالي 30 نوع من حصان الايوهوبا وصولا للحصان الحديث الموجود دلوقتي، وكل نوع منه كان ليه ملامح مختلفه، كان في انواع بيبقى جسمها اكبر وشكل اصابع القدم مختلفه وهكذا، وفي حالات تانية بيكون انقراض عدد كبير من نوع معين في اوقات معينه من تاريخ الارض، ده بيعبر عن ان في انواع تانية هي اللي هتسود الارض لملايين السنين، زي مثلا خلال الانقراض الجماعي لكل انواع الديناصورات، ده سمح للثدييات انها تكون هي المسيطره على كوكب الارض. الانقراض بدأ منذ خلق الله عز وجل الأرض منذ زمن لا يعلمه إلا الله، يقدر بملايين السنين، وبيأكد علماء الحفريات إن في 5 انقراضات كبيرة حصلت منذ بداية الكون، وهي غالبا كانت بتحدد بداية أو نهاية لحقبة معينة من الزمان، وكانت الدراسات عادة بتتم على بقايا حفريات الكائنات البحرية، وبيأكدوا العلماء إن في كل مرة من الانقراضات دي كان بيموت من ربع لنص الكائنات الحية الموجودة خلال بضع ملايين السنين، وكان أكبر انقراض حصل كان من 240 مليون سنة، واللي اختفى فيها من 80 ل 95% من كل أنواع الكائنات الحية الموجودة على الأرض دلوقتي، وكان في انقراض تاني من حوالي 200 مليون سنة قضى على كتير من أنواع الزواحف والبرمائيات، وده اللي أدى لظهور عصر الديناصورات. أما أحدث انقراض كان من 65 مليون سنة واللي اختفت فيه الديناصورات زي ما قلنا، وظهر عصر الثدييات اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. الانقراضات في العصر الحديث حصلت بمعدل سريع جدا، وبيعتقد بعض العلماء ان في انقراض جماعي بيحصل دلوقتي في العالم، وان الانشطه البشريه هي سبب معظم الانقراضات دي، وخلال ال 200 سنه الاخيره فاكثر من 50 نوع من الثدييات وحوالي 75 نوع من انواع تانية من الحيوانات انقرضت، وطائر الدودو وبط الليبرادور والحمام المهاجر هي من بين الطيور اللي اختفت. اما الثدييات اللي اصبحت دلوقتي منقرضه هي بقره ستلر البحريه ونوع من الحمار الوحشي اسمه غواجه. وبيؤمن علماء البيولوجي ان جميع انواع النباتات والحيوانات على الارض بتعمل على تحقيق منظومه بيئيه مناسبه لكل سكان الكوكب، وفقدان الانواع دي يوم بعد يوم بيضعف قدره البيئه على دعم الحياه. ده كمان انقراض نوع معين ممكن يسبب في انقراض النوع التاني، زي مثلا العصفور اللي بينقل اللقاح من زهره لزهره، ففقدان العصفور ده هيؤدي في يوم من الايام لفقدان النبات. الحقيقة إن في أسباب كتيرة للانقراض، بس بيعتبر الإنسان المتهم الأول دايما، فهو بيكون السبب في كتير من المشاكل الغذائية وبعدين يحتار في حلها، وكل ما يزيد معدل السكان بيلجأ الإنسان للبيئة المحيطة عشان يبحث عن غذائه، بصرف النظر عن المشاكل اللي هتسببها من خلال البحث ده في الإخلال من نظام البيئة. فجزر هاواي اللي فضلت بيئة ثابتة لآلاف السنين فقدت مئات من أنواع النباتات والحيوانات والطيور منذ اكتشافها منذ حوالي 2000 سنة. ومن أخطر الأفعال اللي بيمارسها الإنسان هي تحطيم بيئات الغابات الاستوائية، واللي بتعتبر من أهم البيئات للحفاظ على تطور الحياة وتجديدها، وتعتبر مأوى لأنواع لا حصر لها من النباتات والحيوانات والطيور. رغم كل ده فهي من أكثر الأماكن تهديدا بسبب سيطرة الإنسان عليها، اللي بينهب ثرواتها وبيقلل من مساحتها على مر السنين. من الحيوانات كمان المهددة بالانقراض بسبب الإنسان هي الأفيال وبعض أنواع القرود، بسبب تحطيم البيئات اللي بتعيش فيها وصيدها لحدائق الحيوان، وكمان النمور الآسيوية وحيوان الشيتا اللي بيعيش في بعض المناطق في أفريقيا وآسيا، والتمساح الأمريكي بسبب صيدها للرياضة، وكمان النمور الثلجية البيضاء بسبب جلودها، وكمان حيوان الباندا اللي مفاضلش منه غير 1000 حيوان بس حول العالم. وطبعا بتلعب التغيرات المناخية العالمية دور كبير، واللي بتعتبر أهم أسباب الانقراض عبر العصور القديمة، زي الجفاف والحرارة الشديدة وانخفاض مستوى البحار وانخفاض درجة الحرارة، وكمان الأنشطة البركانية ليها عامل كبير في الانقراض. بس كده، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، تستنى الفيديوهات الجديدة.